السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحه وسلامه. مثل ما ذكرنا في المقطع السابق، ان شاء الله ستكون لنا يعني سلسله من المقاطع تحت عنوان قراءه في كتاب، ورحلتنا لهذا اليوم مع كتاب سقراط الشهيد الاول للفلسفه من تاليف جان بران. الكتاب كما تلاحظون من القطع المتوسط، ويضم 158 صفحة من الفكر العميق والدهشة الفلسفية. هذا الكتاب يسرد لنا المؤلف حكاية الفيلسوف العظيم سقراط من بدايته حتى لحظة رحيله، مرورا بمواقف خالدة صارت هذه المواقف في الحكمة والشجاعة. كان سقراط يردد دوما: ليس المهم أن نعيش، بل المهم أن نعيش جيدا. لاحظ كلمة صغيرة بسيطة لكنها تختصر فلسفة الحياة بأكملها. قسم المؤلف جان بران الكتاب إلى 3 أبواب، وكل باب يضم مجموعة من الفصول يأخذنا في رحلة مختلفة من حياة هذا الفيلسوف العجيب. في الباب الأول يتحدث عن سقراط والتاريخ، وعن شهادة كبار الفلاسفة في حقه، ثم يروي تفاصيل حياته وعائلته وصفاته وحتى محاكمته التي انتهت بموت أسطوري صار رمزا للحرية الفكرية. كلنا يعلم أن سقراط قد نال الشهادة من أجل أفكاره التي ذكرها آنذاك، وتعرض بسبب هذه الأفكار إلى الموت. ولد سقراط في أثينا ما بين عامي 470 و469 قبل الميلاد. كانت أمه قابلة ماهرة، وأبوه نحاتا بارعا. وكان سقراط يقول مازحا: أنا من نسل ديدال، أي رائد فن النحت. طبعا مارس محنة أبيه نحاتا، وشارك في 3 حملات عسكرية بشجاعة نادرة، حتى نال جائزة الشجاعة في جيش أثينا لبسالته. سقراط لم يكن فيلسوفا فقط يضع لنا الأفكار والنظريات، وإنما كان يعني جنديا ماهرا وشجاعا في صفوف الجيش. في الباب الثاني يأخذنا المؤلف إلى رسائل سقراط، وأشهرها قوله: اعرف نفسك، شعار جعله منطلقا لأفكاره ودعوته إلى الغوص في أعماق الذات والمعرفة. واجه سقراط السفسطائيين. إن شاء الله في أحد المقاطع القادمة سنتعرض إلى من هم السفسطائيين وما هي أفكارهم وادعاءاتهم ومعتقداتهم. أولئك الذين كانوا يخلطون بين البلاغة والادعاء، وقال عنهم: نحن محبو الحكمة ولسنا حكماء، فالحكمة لله وحده عز وجل. أي أنا وأنتم محبو الحكمة وليس حكماء. ومن هنا ولدت الفلسفة بمعناها الحقيقي، حب الحكمة. فيلسوف أي محب الحكمة، ولكن هذا الحب كان ثمنه غاليا، إذ دفع سقراط حياته ثمنا للحقيقة. وكان سقراط كما يقول المؤلف يؤمن بوجود صوت داخلي يهديه ويرشده إلى اتباع سبل وخطوات. يقول عنه: منذ طفولتي هنالك صوت خفي يهمس لي، فإذا سمعته عدلت عما كنت أنوي فعله. كان يرى في السخرية وسيلة لكشف الزيف، ويؤمن أن الفيلسوف لا بد أن يواجه الواقع بعين ناقدة ساخرة. فالفلسفة كما يقول هي سخرية راقية من أجل الجهل والادعاء. الفيلسوف ليس متقوقعا في بيئته أو محيطه، لا، وإنما الفيلسوف هو عالم واسع من الثقافة والأفكار لهذه
المعطيات والمتبنيات. وفي الباب الثالث من كتاب سقراط الشهيد الأول للفلسفة يتحدث المؤلف عن وجود سقراط وشكله الخارجي الذي لم يكن جميلا، لكنه أثبت أن جمال الإنسان ليس في وجهه بل في فكره وروحه، فالقبح والجمال في الجسد لا يعكسان الحقيقة، لأن الروح هي التي تعرف الجمال الحقيقي. الناس يعيبون على الإنسان شكله وقباحته ولا ينظرون إلى جمال روحه وأفكاره وسلوكه وتصرفاته، عليهم بالظاهر. وهنا الظاهر كان سقراط قبيحا، وتصوروا أن هذه القباحة تعكس صورة سيئة عن الفيلسوف سقراط. لا، بل أن سقراط كان جميل الروح طيب الأخلاق حسن السريرة. لقد اختار سقراط أن يموت مرفوع الرأس رافضا التراجع عن فكره أو التنازل عن مبدئه. لقد مات من أجل أثينا وسببها أيضا. بالنسبة له الموت لم يكن نهاية الطريق بل عبور نحو الخلود. أما الذين ظلموه فبقيت أسماءهم في ضلال العار، بينما ظل هو رمزا للحكمة والصدق والشجاعة. وهكذا نكون قد طفنا معكم في لمحة سريعة من هذا الكتاب الذي أضاء لنا سيرة واحد من أعظم عقول التاريخ، الفيلسوف الذي علم العالم أن الفكر أسمى من الخوف وأن الحقيقة لا تشنق. أن سقراط الشهيد الأول للفلسفة لقد نال ذلك بشرف، وتصدى إلى الصفصفائيين ودحض أفكارهم ووضع هذه الأسس المعرفية والفلسفية التي نهل العالم منه. شكرا لحسن متابعتكم، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك حتى نستمر معكم في تقديم المزيد من القراءات التي تغذي العقل وتنير الفكر. وشكرا لكم.